أنا بذاتي أقدر الشيء هذا، وحصل لي موقف ولن أنساه مدى الحياة. لا إله إلا الله. موقفي كنت طالب في مدرسة أحد رفيدة في الصف الرابع، كنا نصلي الظهر وكانت شمس محرقة واللي تحتنا رمل والمسجد مبني وهذا تقدر تقول عام 78. لا إله إلا الله. بالضبط عام 78. في ذاك العام كان مدير المدرسة الله يجزاه عنا كل خير حسين بن أحمد بن جابر، كان رجل صارم، فكان يتخطى الصفوف قبل إقامة الصلاة. تخطى الصف الأول والثاني، كنت في الثالث، رجع رجوله مد الرجل الأولى والثانية باقي وقشطني في ظهري قشطة لا أنساها ما دمت حي. وبالعصا؟ بالعصا كذا، أنا متجه إلى إله زي البارقة كذا، ما زاد درجة منها. ليش يا أستاذ؟ قال غير الثوب الأسود هذا بثوب أبيض. بس هذا الذنب اللي ارتكبته، اني سرحت في ثوب اسود وحين في صيف، انا اللي اتحمل الحراره. بعدين انا سامحته الله يجزاه عنا، الله يجزاك، والله كان حريص علينا، الله يجزاك، لكنه ما يدري ايش في البيت، ايش عندنا. هو رجل موظف عنده امكانيه ولا عندنا شيء. رحت البيت مكسور والجلده في ظهري، لو يشوفونها اهلي يتالمون كثير. الوالده رحمه الله عليها ايش عندك؟ قلت والله ما عندي شيء. قالت والله معك علم. والله ضرب المدير اليوم، لاني ما بقدر اقول ابغى ثوب، لاني اعرف ما في شيء، ما في ثوب، ما في قيمه الثوب. البديل ما هو موجود. قالت خذ خبزتك والشاي هذا وابشر ان شاء الله بكره الاحد، والجلده كانت يوم السبت، ان شاء الله ما اروح الا الاحد الا بالثوب. طيب قد جمعت لها حمل حطب على الحمار وعدته الحوش باقي مربوط، بتسرحه على الحمار وتوديها حد الريح. الدعوه مقايضه تعطيه. وشويه ذروره اللي جلاغ الطلح يدقونه، وشويه ريحان، وشويه حب، على اساس اغراض البيت تروحها من السوق. قالت ابشر وانا امك. انا قلت مين انا اعرف انه ما في شيء، ما عند الوالده الا جود الله. قالت تلقاه وكل خبزتك وان شاء الله ما اروح الا به. من فين؟ قالت مالك شغل. اخذت الحبل، شوف كم لها جاءت بالحمل من المحجر، واخذت الحبل وتركت الحمار وراحت تشيل على ظهرها حمل من الساعه 2 الى المغرب، وجابتها وحطتها في الحوش. اشهد ان لا اله الا الله. معذره يا ابو عبد الله. انا ما نسيت الموقف هذا. نتوقف اخواني، نتوقف عند هذا الحد، نرجع لكم. حياك. طبعا قالت ابشر، واخذت الحبل والفاس وراحت الى المحجر مره ثانيه، وهي كمان لها جت من المحجر، وقالت ابشر بالثوب. جابت حمل من الساعه 2 الى صلاه المغرب وحطته في طرف الحوش جنب الحمل اللي جابته اول النهار. لا اله الا الله. قالت هذا بنحمله على الحمار ونوديه السوق، وهذا بشيله على ظهري الى احد رفيده علشان يكون هذا حق الثوب. يعني محتصيه للثوب شيء، نعم، ومحتصيه الباقي ما بيغطي. لا اللي موجود ما بيغطي. وكان سوق الاحد بس يوم الاحد من اسبوع لاسبوع. نعم، ولكنه سوق متكامل. قالت ابغى منك واحده، اذا سرحت في الصباح للمدرسه تقود الحمار هذا لين تصل اللقاي اصحاب السوق علشان نمشي انا وياهم سوا. هي تشيل الحمل على ظهرها والثاني على الحمار، وراحت الى كل السوق متكامل، الملابس بجميع انواعها. جميل. وعلى فكره جاءت الوالده ودقت المدرسه. ايه. وقالت ابغى ولدي. قال الفراش في المدرسه لازم نكلم المدير. قالت كلمت المدير. رحت للمدير قلت ابغى الوالده في السوق. قال ايش تبغى ابغى؟ قلت ابغى تشتري لي ثوب. رجع ايده في راسه كذا وقال يعني تألم. الله المستعان. رحت للوالده واعطتني الثوب وقالت هذا ب7 وهذا ب6. طبعا اخذنا الثوب هذا. ابو 6 ولا ابو 7؟ لا ابو 7. كان مميز. تبغى الغالي. اي نعم. وكان الريال ابو عبد الله يفرق. لا طبعا الحمل الحطب هذا ب8 ريال. اخذت الثوب 7 والله ما بقي منه الا ريال. شوف كم الجهد والتعب وايش المقابل. ثوب. نعم. طبعا اخذت الثوب قالت تلبسه، قلت لا خليه بلبسه بكره. وراحت جعلها في الجنه وراحت الى البيت. كنت مبسوط ومتالم في نفس الوقت. اتذكر الثوب وافرح به واتالم لما حصل امي من التعب في يوم واحد علشان توفر لي هذا الثوب. ما نسيته والله الى الوقت الحاضر. لكن الله يجعلها في الجنات. الله يغفر ذنوبهم ويتجاوز عنهم ويجعل قبورهم روضه من رياض الجنه. اللهم